السلام عليكم. ناس كتير ما بتعرفش تطلع الرز المعمر بالمنظر ده، لا اما بيطلع ناشف معاهم، لا اما ما بيبقاش له وش خالص. ومن هنا قررت اقول لكم على اسرار الرز المعمر وبمكونات بسيطة جدا، حاجة كده مناسبة لكيجي 1 في المطبخ. بس لو انتي اول مرة تتابعيني يا ريت تعملي لي لايك على الفيديو وتشيري لاصحابك. وقبل ما نبدأ وصفتنا زي ما تعودنا، هجاوب على سؤال الحلقة اللي فاتت: في أي يوم خلق سيدنا آدم؟ لأنه ما اتولدش يا جماعة، كان يوم الجمعة. والنهاردة هسأل سؤال: فاكهة ذكرت في القرآن باسم الطلح المنضود. فاكهة ذكرت في القرآن باسم الطلح المنضود. اللي يعرف يكتب الإجابة في الكومنتات، واللي ما يعرفش يتابعني. يلا نبدأ وصفتنا. بسم الله. في صينية على النار هحط كمية حلوة من الزيت، حوالي 6 معالق، وهحط عليهم معلقة سمنة، معلقة كبيرة كده. وفي نفس الوقت في العين التانية هكون بغلي اللبن. الخطوة دي مهمة جدا للناس اللي هتعمل الرز المعمر او الرز المدسوس في فرن البوتاجاز، لان انا عايزة اوصل الرز واللبن لدرجة حرارة عالية جدا، وفي نفس الوقت هكون مشغلة الفرن من قبلها علشان يسخن. لان لو عملت الرز من الاول في الفرن هيشرب اللبن بسرعة ومش هيعمل الوش معايا اللي انا عايزاه. بعد ما الزيت يسخن، الزيت سخن خلاص، هضيف الرز المصري المغسول. معايا 5 كوبايات من الرز، عليهم 5 كوبايات من اللبن. كل كوباية رز بتحتاج كوباية من اللبن. طيب لو انا عندي فرن غاز مش هعمله بالطريقة دي خالص، في طريقة تانية هبقى اعرفها لكم واوريها لكم ان شاء الله في فيديو تاني. هحط الرز اللي انا غسلته وصفيته وهحاول اقلب فيه لحد ما يوصل لدرجة حرارة عالية جدا، بس هحافظ على اللون الابيض بتاعه، مش هديله اي لون لان انا مش بعمل رز حباية وحباية. يبقى انا مولعه الفرن على درجة حرارة عالية، في نفس الوقت حاطه اللبن علشان يغلي على البوتاجاز، وفي نفس الوقت بسخن الرز او بوصله لدرجة حرارة عالية جدا. في الوقت ده اللبن هيغلي معايا، هضيفه للرز قصاد كل كوباية من الرز وكوباية من الحليب. هنلاحظ ان الرز بدأ يغلي وهو على البوتاجاز من قبل ما احطه في الفرن، وهو ده المطلوب. الكمية بتاعي كانت كتيرة على الصينية، فجبت اطباق فويل وحطيت فيها شوية كده، اقل حوالي نص الصينية او نص الطبق. هحط اللبن المغلي في ثانية هلاقيه بيغلي معايا، وهو ده المطلوب، بحيث ان هو لما يدخل الفرن يفور بسرعة فيعمل الوش الحلو اللي احنا متعودين عليه. في الوقت ده هديله تقليبه، وهحط الملح بتاعه حوالي معلقة كبيرة من الملح. ومش هقلب الملح يا جماعة عشان ما ينزلش في ارضية الصينية، لان انا مش هقلب وانا هحط الملح وادخله الفرن. هندخل الصينية الفرن، وبفكركم الفرن يكون متسخن من قبلها، وهكون مشغلة الشواية. مجرد بس ما يدخل الفرن هياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يا ريت تجربوا الوصفة. رز مش هحتاج معاه غير لبن وشوية زيت، ويا سلام لو حطينا معلقتين من القشطة هتودي الطعم ده في حتة تانية خالص. هنا بقى كان اللبن اتشرب، فهدي النار لحد ما يستوي خالص. اما بالنسبة للونه فانت هتوصلي لي للون اللي انت عايزاه. والطريقة دي انا مش بعملها في الفرن الفلاحي او الفرن الغاز، في طريقة تانية هبقى اعملها معاكم ان شاء الله. يا ريت تدعموني وتوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد ممكن. مع السلامة.